يا باشا عامل ايه؟ يا باشا مش لازم يعني تاخدوا الكورة والتحليل من حد مشهور يعني. في ناس مش مشهورة كتير وفاهمة على فكرة، في ناس مش مشهورة وما كانتش بتدي للمجال وفاهم الكلام ده. احنا قلناه كل الكلام ده تقريبا احنا قلناه في الحلقة الأولى بتاعة التحليل والتوقع. وبالفعل تقريبا اللي احنا قلناه حصل كله يعني. قوم يا عم ولا يهمك عادي، ايه المشكلة؟ لسه بدري يعني، لسه بدري، هنعمل رومنتادا ان شاء الله، ما تقلقش، ما تعيطش، اهدى كده. ليه يا عم الونسو كده؟ ليه يا؟ ليه؟ ما هو كنت اتفرجت على الحلقة، استنى اهو الحلقة اتفرجت عليها يا عم اهي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتحت تعالى نبص على الأهداف اللي سجلت، الكرات الخطرة لباريس، ونبص على تعليق الفيديو الأولاني كده بالمصر. يعني نبدأ كده مع بعض. خلاص انا هيعدي حتى لو ما كانش معاه بيعدي نفسه يعني. اسينسو هو تقريبا اقوى يعني اقوى من روديجير شويه، لكن بيلعب متهور شويه، بحيث واخد غرور شويه يعني. مش عارف ليه يعني، لسه الراجل بيلعب بقاله اسبوعين واخد. انت بتلعب بقالك 3 ايام يعني، امال انت راموس مثلا تقريبا. أول جون أهو. بص أول جون إحنا قلنا إيه؟ إن اللاعب جارسيا ضعيف جدا. بص غرور اللاعب شويه المهاجم بتاع يعني. باريس. مش عارف ليه يعني، لسه الراجل بيلعب بقاله اسبوعين واخد. انت بتلعب بقالك 3 ايام يعني، امال انت راموس مثلا تقريبا. بص بص إيده يعمل فيه إيه؟ خده شمال ويمين وراح بيه خده في ظهره. مفيش أي حاجة، روديجير بيتفرج. كرة بالعرض، السينسو اللي قلنا عليه تحسه مش عارف هو عامل ايه كده، تحس ان هو لعب بقاله 10 سنين، فالراجل عنده ثقة زيادة يعني. كرة زي دي هي واحدة سندة شيل على طول، يا من المكان اللي جت فيه يا اما بعيد على طول. بس هو لسه بيعمر يا عيني فعثمان ما بيرحمش وبيسدد. ده الهدف الاول. طب الهدف التاني خلي مش بالك لما قلنا يدخل في ايه؟ العمق كده بيبقى مهاجم تاني. قلنا نفس الكلام ده بالظبط. قلنا ان الهاف او الظهير بينزل لتحت عشان الدنيا تفضل حكيمي بيلعبها واحده عرض جول. قلنا ده. مع الراجل ده يعني، الراجل ده بيبقى مهاجم، الراجل ده بيبقى مهاجم تاني. فلازم تشاوميني يسند الراجل ده جارسيا اللي هو بيتهيألي ضعيف يعني. اعتقد ان هو ضعيف دفاعيا شويه، بس يلا مفيش غيره. فلازم يضم هنا بلينجهام طبعا. اهو الكرة اتلعبت 1 2. الراجل ده نزل عشان يفضي المساحة اللي هو ديمبلي. مساحة فضيت ورا الراجل ده. حكيمي بالعرض جو. قلنا ده عشان والله. يعمل السويتشات اللي قلنا عليها في اكتر من ماتش يا جماعه. الراجل ده بيلعب الحاجات دي في اكتر من ماتش، بيلعب الكرات دي في اكتر، بينزل هنا عشان ياخد الراجل ده، الراجل ده بيبقى ماسك ده وياخد الباك ده. تشاوميني طبعا ممكن يبقى هجمه، هو هينزل كده يا يروح مباص الراجل زي ده في النص مثلا، يا اما مباص الراجل زي نيفيز دوب ينزل في الحته دي بيعملوا الباص، الراجل ده بيطلع تاني، يا اشرف حكيمي بياخد اللون كده وتتلعب له، يا اما اشرف حكيمي بيلعب بالعرض والراجل ده بيكون هنا كده بيلعب بالعرض. احيانا بتشوط جول احيانا لا، احيانا اشرف حكيمي اللي بيضم جوه وتلاقي الكوره هو اللي هنا وبتلاقي اشرف لا حكيمي مش 1 بيكسب. 2. بص ال 1 تو 1. قلنا على ال 1 تو 1 ده، قلنا إن أي لاعب مع أي لاعب ضد الريال، أي لاعب من باريس مع أي لاعب ضد الريال ما عدا فالفيردي تقريبا هيعدي. بص الكرة دي جاية من نص الملعب، مفيش حد في نص الملعب خالص تقريبا غير موجود، لأنه لعب المعلم ألونسو، لعب فالفيردي باك يمين هو اللي كان بيشيل له نص الملعب. 1. لعب التو تاني، مفيش حد معاه. السينسو واحدة كانت هتدخل هدف. لاعب مع لاعب دي 1 تو 1، اي حد من دول هيعدي اي حد من دول. اعتقد وجهه نظري ان انريكي النقطه الفاصله زي ما بنقول التفاصيل هي اللي بتفرق. انه لو حط ان كل الفرق تحط ان اللعيبه دي لويس لازم يتدخل هنا ولوم منديز لازم يحط هنا، لازم يتدخلوا هنا بحيث ان كل لاعب لو الراجل ده مع ده الراجل ده ما يروحش يعمل عليه زي ما قلنا الايه المثلث اللي احنا قلنا عليه ده. تمام، اللي هو لو ده جه يمشي هيلاقي دوي هنا فلازم يرجع حتى لو معهوش الكوره، ده هيعوز يروح يساند ده هيلاقي فجاه منديز بيتحرك في العمق فلازم يرجع معاه، اصبح ان ده يحط واحد واحد مع واحد وواحد مع واحد. دي طبعا مع ريال مدريد وحشه جدا جدا جدا. قلنا الكلام ده وبالفعل حصل، واحد مع واحد، الموضوع منتهي. بص على دي، كرة اتلعبت بالعرض من حكيمي اللي هو الدنيا فضيت ليه الأول ولعبها. بص باركولا خد ميليتاو واحدة شمال، خدوا يمين تاني. كرة وستوريز، طب الراجل بيلف في قلب منطقة الجزاء بعد الست ياردة باتنين ياردة ولا بياردة، وحواليه أربعة محدش طبعا لو بيساعده. عايزه تاخد دور هجوم على ريال مدريد، رايي ان اهم عامل لباريس سان جيرمان عشان تكسب ريال مدريد هو ال1 تو 1، واحد ضد واحد. اعتقد ان الثلاثه بتوع باريس سان جيرمان واحد تو واحد، واحد 1 تو 1 مع اي لاعب دفاعيا مع ريال مدريد من السته اللي ورا دي ما عدا فالفيردي بس، اعتقد هيكسبوا كل 1 تو 1. باركولا مع جارسيا هياخدوا يورو، وخده وراح في الشوط الأول، الهدف الأول. حكيم مع جارسيا هياخدوا يورو. عايز لاعب يسند بلينجهام شويه، بلينجهام بيلعب جدا ما بين الربط في الحته الدفاعيه وبين الربط بين المهاجمين. كان طبعا قبلها بس بشهرين ثلاثه كده كان عندك توني كروس ومودريتش كانوا الاثنين بيعملوا. دي بالنسبة إن ريال مدريد ما عندوش حتة التدرج بالكورة من تحت لفوق ما بين الخطوط، ما عندوش الحتة دي، ما عملهاش النهاردة وما عرفش يعملها. اللهم إن شوية فالفيردي لما دخل العمق شوية، لما نزل كارفاخال وبدأت الدنيا اليمين
تضيق شويه وباريس بيلعب باريحيه، شفنا هجمه فالفيردي شاط واحده، لعب واحده لمبابي شاطها وطلعت بره. الحاجات دي كلها قلناها يعني. مع بعض. تمام. فبلينجهام بيتوه في الحته دي، انت عايز لاعب برضه زيه، يعني انت عايز لاعب بنفس الشكل كده، اللي هو مره تغير تلعب 4 2 3 1، مره تلعب 4 3 3. روديجير اي حد مع. قلنا الكلام ده كله وشفناه طبعا واتكلمنا عنه. مش لازم يا جماعه تاخدوا الامور يعني ان الكوره صعبه